أي حد يفكر يروح لطبيب نفسي لازم يحصل خلل في واحدة من 3 حاجات أو 3 كلهم. حضراتكم حلقة جديدة من بودكاست حديث الأهرام. ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة هو الأستاذ الدكتور طارق عكاشة، رئيس قسم الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مركز أستاذ دكتور أحمد عكاشة للطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بيك يا دكتور طارق، مشرفنا ومنورنا النهاردة في بودكاست حديث الأهرام. زي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليك. احنا في البداية عايزين نشرح للناس ازاي ممكن لما يكون البني آدم عنده مرض نفسي أو مرض اكتئاب يقرر، يعرف ازاي ويقرر امتى ان هو يروح للطبيب المعالج، وازاي يفرق بين ان هو مكتئب او مريض اكتئاب وبين ان هو عنده حزن. أول حاجة وأهم حاجة، عشان أي حد يفكر يروح لطبيب نفسي لازم يحصل خلل في واحدة من 3 حاجات أو 3 كلهم. أول حاجة الأداء الدراسي بتاع الشخص أو العمل بتاعه، العلاقات الأسرية اللي بتبقى موجودة مع أسرته، وآخر حاجة علاقته بأصدقائه وزملائه. لو واحدة من دول اتأثرت بشدة أو ال3 أو 2 منهم اتأثروا، معنى كده إن الشخص ده محتاج إن في حد يتدخل عشان يشوف لو في مشكلة ولا لا. معظم الناس فاكرة إن الطبيب النفسي موجود عشان مشاكل حياتية. مشاكل الحياتية كلنا بنتعرض لها، فدي ما فيهاش مشكلة. فلازم ان احنا نحزن، لازم ان احنا ننبسط، لازم كل الحاجات دي بتحصل، دي مش محتاجة تدخل للطبيب. الطبيب فقط بيعالج حاجة لما يخش المريض في احد المشاكل ال3 اللي قلناها. كلمة الاكتئاب، المريض نفسه مش هيشخص نفسه عنده اكتئاب، دي وظيفة الطبيب ان هو يشخصه. انما معظم الناس بتطلق كلمة الاكتئاب على اي زعل او حزن حقيقي. فلازم نفرق ما بين الحزن والأسى والضيقة، ودي مشاعر إنسانية كلنا بنحس بيها لما نتعرض لكروب حياتية. يعني حتى لو حد توفى له حد بس مش مكتئب، اسمه حزن وأسى. حد سقط في الامتحان بيبقى متضايق. انما الاكتئاب مرض ليه أعراض، ليه مدة لازم تبقى موجودة، يتم تشخيص المرض ويتم التعامل مع المرض على هذا الأساس. فده الطريقة اللي ممكن